السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إسلام. معانا النهاردة تسريبات عن الآيفون الجديد. متنساش تصلي على النبي، تشترك في القناة وتعمل لايك. الآيفون اللي جاي بقى هيبقى إن شاء الله هيكون فيه تغيير كبير، مع إن السنة اللي فاتت برضو الآيفون 14 برو كان فيه تغيير كبير في الدايناميك ايلاند وشكل الشاشة الجديد وكده. بس الايفون بقى اللي نازل السنة دي هيكون فيه تغيير جذري، ابتداء من إن هو هينزل بالشحن بتاعه، هيبقى تايب سي مكان الشحن بتاعه. وبالنسبة برضو للشكل وبالنسبة للكاميرات تطور كبير، وهيكون في مستشعر هيكون أكبر أصلا. السامسونج الايفون اصلا الكاميرات بتاعته في الفيديو رهيبة جدا جدا، يمكن افضل كاميرات بتصور فيديو في العالم. ده بالنسبة للكاميرات. وطبعا البيزل هيكون ارفع، وهوريكم فيديو دلوقتي هيبقى معروض ان هو السكرينات اللي هي المفروض هتبقى على الايفون هتبقى البيزل بتاعتها رفيعة جدا، وبيقولوا اصغر بيزل على مستوى التليفونات كلها في العالم. والمعالج هيكون A7 بيونيك. التغيير بقى الجديد واللي هو هيكون مضاف للماكس فقط، اللي هو هيكون الزرار بتاع اللي بيعلي ويوطي، والزرار اللي هو بيعمل صامت وعام. الاتنين دول مش هيبقى زرار، هيكونوا زي الايفون 7 قبل كده. ودي نزل فيه الزرار بتاع الهوم، ما كانش زرار وبيعمل فايبريشن كده اكنك دوست. نفس الكلام هينزل في الايفون. التعلية والتوطية هيكونوا برضو بهابتك فيدباك كده، ودي فايبريشن. وعشان بيقول لك هيبقى يساعد ان هو يبقى مقاوم اكتر للمية والاتربة وكده، ويبقى متقفل كويس وكده. المشكلة كلها بقى كانت في الزرار بتاع اللي هو اللي هو بيعمل صامت وعام. ده اللي كان محدش متخيل ازاي هيبقى عامل كده، يعني ازاي هيبقى هيعملوه. فطلع تسريب بيقولوا ان هو هيبقى برضو مكان كلاودي هندوس عليه، وهيكون زي ما هو معروض دلوقتي على الكاد او الكيس، ان هو هيكون مكان زرار، مكان حاجة هتضغط، وبرضه هيبقى في الفايبريشن. المشكلة بقى فيه ان هو الايفونات القديمة من ساعة ما اخترعوا الايفون، اول ايفون طلعوه، ان انت بيبقى بيبان ان هو انت معمول صامت او عام. طب انا دلوقتي هعرف ازاي يعني ايفون هتحل دي ازاي، او هي هتبقى عاملاها ازاي؟ اكيد يعني لو هنور الشاشة عشان اشوف هو صامت ولا عام، طب ما انا اسهل لي مثلا لو عام اعمله صامت، ولو صامت اعمله عام، هكذا يعني. لسه التخيل ده مش معروف، بس هي قالت ان هي انها خلاص هتلغي الاتنين. في الايفون بقى 15 برو ده هينزل بزراير عادي والاتنين هيبقى موجودين طبيعي. زراير التعليق والتوطية، وبالنسبة للزرار الصامت والعام هيبقى موجود برضو. الايفون مش هيجي حاد زي المرة اللي فاتت، هيجي بانحناءات شوية. وطبعا هيكون في كاميرا بيرسكوب اعلى وهكذا يعني. وطبعا بديهي ايفون كانت اغلى من اغلى التليفونات يعني. حاليا دلوقتي التليفونات الناس بدأت تطلع لها كده، ودي سامسونج تليفونات كام تليفون كده بدأ يطلع بيجيب $1000 اللي هم حاطينه. لا نعلي بقى. هم لا طبعا هم قالوا هم هيعلوا سعر. هيكون بقى سعر الايفونات بقى اللي هو الايفون 15 برو هيبقى 1100. ما احنا لازم بقى نبقى اعلى من الناس. لا طبعا مش عشان كده، وعشان هم عاملين بايروسكوب اللي هو الكاميرا و... وطبعا بقى ال- والتحديثات برضو الجديدة دي أكيد كلفتهم فلوس وشكل جديد وهكذا يعني. طبعا بقى الآيفون 15 برو ماكس ب1200. فاللي عايز يحدث بقى الآيفون يستنى، عشان الآيفونات ما شاء الله بتغلى. ف نستنى نشوفه. طبعا أكيد كلنا بنحب نتفرج على الآيفونات وبنحب نشوفها، أظهر مش الكل أكيد. وده كانت تسريبات عن الايفون الجديدة. ولو وصلت لحد هنا شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.